هاي، النهاردة الميك اب سواري. هبدأ بكريم الأساس وأفرده بالفرشة كويس عشان يديه تغطية كويسة. النهاردة حطيت كريم الأساس قبل الكونسيلر عشان عايزة الكونسيلر يبقى واضح زي الهايلايت. بما ان الميك اب سواري فأكيد هنتصور كتير، عشان كده عايزين نبرز الأماكن اللي بتلقط الضوء في الوش بالكونسيلر. هنحط تحت العين وخط النص في المناخير، فوق الحواجب، السبعة بتاعت الشفايف، ده هيبرز الشفايف وتحتها كمان. ندمج بالفرشة كويس جدا، بس كل منطقة في مكانها، ما نفردهاش على باقي الوش عشان يبان الهايلايت. نثبت كل حاجة بالبودرة ونطبطب بيها على الوش. درجة بني فاتحة نملى بيها الحواجب. نمشي مع اتجاه الشعر ونحاول ما نخرجش برا الحاجب. اي شادو كريمي اسود على جفن العين المتحرك اللي هو الجفن الصغير، مخرجوش برا خالص. وعلى خط الرموش اللي تحت. اي شادو زيتي هحطه على نفس الاماكن اللي حطيت عليها الاي شادو الاسود. هدمجه بالفرشة على كسرة العين. اي شادو برونز بيلمع، وبطرف اي انبوبة نظبط السحبة بتاعت زاوية العين وندمجه على كسرة العين والجفن، كده الالوان تبقى متدرجة واللون الزيتي مش هيبقى فاقع قوي. والطريقة دي بتسهل عليا سحبة الاي شادو وبتخلي شكله محدد ومش سايح. نفس الشادو البرونز على خط الرموش. لون بينك بيلمع على كسرة العين والعظمة اللي تحت الحاجب. نسيب تحت الحاجب على طول فاضي علشان نعرف نحط الاي شادو الفاتح. اي شادو بيج فاتح هنحطه تحت الحاجب على طول. كحل اسود هنرسم بيه خط فوق العين ونسحبه على بره. ده كحل كريمي، الاسود بتاعه غامق قوي وبيبقى سهل في الفرد. لو ما عندكيش الكحل ده ممكن قوي تستخدمي الاي شادو الكريمي الاسود اللي احنا حطيناه في الاول وتفرديه بفرشة الايلاينر. ما تقلقيش قوي من ضبط رسمة الكحل عشان احنا دلوقتي هندمجها مع الاي شادو. المهم تكون رفيعة من اول العين وعريضة من الطرف. خط كحل على الرموش اللي تحت تقريبا من نص العين ونسحبه على بره. كحل اسود جوه العين. نفس الفرشة اللي حطينا بيها الاي شادو الاسود زي ما هي فاضية ندمج بيها الكحل مع الاي شادو ونخلي اللون مركز على سحبة العين. نظبط السحبة ونخليها محددة بطرف الانبوبة. ننضف حوالين العين بالبودرة. هنحدد الوش بالبرونز عشان يبان منحوت تحت عظمة الخد عشان يبرز الخدود. جوانب المناخير علشان نرفعها. لازم ناخد بالنا جدا من الكمية علشان ما يبقى شكلنا مرسوم قوي.
كويس بالفرشة عشان يبقى شكله طبيعي. درجة بينك على الخدود. ماسكارا. نحدد الشفايف ونملاها بأي لون، المهم ما يكونش أغمق من لون الروج اللي احنا هنحطه. لون روج ما يكونش غامق، والأحسن نفرده بالفرشة عشان يدينا تغطية كويسة. هحط عليه لون كريمي فاتح لأن مش حلو تبقى الشفايف غامقة وميك اب العين تقيل. نقطة كونسيلر فاتح على الجنبين وعلى السبعة بتاعت الشفايف، ده هيكبر الشفايف ويبينها مليانة. احنا عايزين ندمج الكونسيلر ده باننا نضغط عليه، لكن مش عايزين نمسحه علشان يبان التأثير اللي احنا حطيناه، هيبقى زي الهايلايت، فده هيبين لنا ان الشفايف مليانة اكتر. انا كده خلصت الميك اب وصورته لكم في اضاءات مختلفة بعد ما خلصت عشان يبان لكم كويس. يا رب يكون عجبكم ونتقابل الفيديو اللي جاي. باي باي.